مصر للإنتاج والتوزيع تقدم الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دب سعران ومن بره طاووس. ياللي حاسب حسبتك ارقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكر عالبشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. كسبوك ايه بالحرام، دول خسروك. والغنى مش باللي محطوط في البنوك. دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة بدروس. ياللي حاسب حسبتك أرقام، بعت نفسك والجنيه على كام، قبل ما تكور عالبشر وتدوس. والجعان ما يشبعوش فدان فلوس. سابت البيت؟ هي وصلت للدرجة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. والله يا حاجة صفية، أنا لو أعرف إن ما عندكيش خبر ما كنتش جيت وقلت لك. أنا كنت فاكر إنها قاعدة عندك هنا، يعني موجودة معاكي، فقلت أجي أكلمها بالهداوة كده يمكن تعقل. أصل ده يا ابني حالته صعبة قوي، وبعدين شكله كده إن العين ده هيركبه هو كمان وتبقى مشكلة. ده أنا جاي من وراه. ودي ممكن تكون راحت فين بس؟ راحت عند اخويا عمر يا ماما. عند عمر؟ وانت كنت عارفة يا منيرة وما قلتليش؟ ما رضيتش اقول لك، ما انا لقيت اللي فيكي مكفيكي يا ماما، معلش. معقولة؟ معقولة برضه يا منيرة؟ يعني ما دام أنت عندك خبر بمكانها مش كنت تكلميها وتعقليها عشان ترجع بيتها؟ يا حاج، هي لا زعلانة منك ولا من ضيا، هي زعلانة مني أنا علشان الشهادة، وعشان كده قلبي على الكل. استغفر الله العظيم يا رب. هو جرى ايه في الدنيا؟ هي دي نهاية العالم ولا ايه؟ هم العيال دول عايزين منك ايه بالظبط يا صفية؟ هم مستسهلين كده ان الواحد ممكن يروح يشهد زور بسم الله. هو البني ادم مننا ايه؟ ده نفس داخل ونفس خارج، وبين النفسين العمر ممكن يخلص.
ده كلام اقوله انا وانت عشان احنا كبار، لكن دول شباب بيفكروا بطريقه تانية. وبعدين الفلوس كتير قوي وهم دقوا وتعشموا. طور الفلوس في 60 داهية يا صفية. اوعي تسمعي كلامهم، خليكي زي ما انت كده، ربنا يثبتك ويقويكي. جيتي في وقتك يا حنان. ايه في ايه؟ حماكي مسك امك جوه ونازل زن على ودنها بالكلام اللي يجيب لورا، طز في الفلوس طز في الارض. ده فاضل يروح يشهد معاها في المحكمه ان الارض دي مش بتاعتكم. اوعي. انت بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ عيب يا حنان، ده جاي يطمن عليكي يا حبيبتي. على فكره الست دي تعبانه، فاهم يعني ايه تعبانه؟ يعني مش حمل زيارات ولا الكلام اللي انت جاي تقوله لها. عيب يا بنتي. عيب ايه يا ماما؟ مالك ومالنا؟ مالك بارضنا ولا فلوسنا؟ نبيع ولا ما نبيعش؟ تشهد ولا ما تشهدش؟ مش كفايه كل مشروع كنت بدخله كنت بتحبطني؟ ده انا كنت بعملك زي ابويا، كنت شايلك فوق دماغي، ولما اقع في مشكله بدل ما تقف جنبي جاي تقوم امي عليا. انا حنان تزعقي في وشي كده قدام امك واختك وتقول ان انا بقوم امك عليكي؟ انا حنان؟ ماشي يا بنتي، ربنا يسامحك. امال بتقول لها ايه؟ وانت مالك؟ كان بيقول لي اللي بيقوله. خلاص مستقلعه فيها، محدش مانع عينك. في ايه؟ انا لسه عايشه وده ضيفي وبيتي. عايشه يا حنان، لسه ما متش. خلاص يا حاجه، ما تعصبيش نفسك، انا ماشي. لا لا يا حاج، مش هتمشي، هي اللي هتمشي. اتفضلي، مع السلامه. ايه ده يا ماما؟ انت بتطرديني؟ ايوه بطردك، وما ترجعيش البيت ده تاني غير لما تحسني اخلاقك وترجعي حنان بنتي اللي انا ربيتها. يلا بالسلامه. حاضر يا ماما، حاضر. انا همشي يا ماما ومش هتشوفي وشي تاني. عاجبك كده؟ عاجبك؟ ليه كده بس يا ماما؟ ليه كده؟ حنان تعالي راضيها بكلمتين والنبي. ما حدش ليه دعوه بيا. طب اصبري يا بنت، بقول ما حدش ليه دعوه بيا. ورحمة ابنك لا انت راجعة يا بنت. يا حنان يا حنان، اعمل ايه بس يا ربي؟ ايه النكد اللي ورانا في كل حتة ده؟ مش قلتلك؟ ولسه ايه يا بومة يا بومة؟ كنت فين يا بابا؟ فاكرك في المحل، نزلت تحت ما لقيتكش. رحت فين؟ كنت بتمشى شويه. تمشى فين يعني؟ اتمشى فين يعني يا ابني؟ في الشوارع. قلت امشي رجلي شويه وافك عن نفسي. طيب انا كنت صاحي من النوم كده بفكر في حاجه. حاجتي ايه؟ خير ان شاء الله. حاسس ان انا جيت على حنان بزياده لما غلطتها في اللي بتقوله امها. بفكر اشوف هي فين واحاول اتكلم معاها بالراحه كده واقنعها ترجع البيت. لا ما تعملش كده يا ضيف. ليه لا يا بابا؟ ده انت بنفسك اللي كنت عايز تروح لها. فعلا، بس زي ما تقول لما قعدت مع نفسي وفكرت كويس لقيت ان الافضل يعني انك تسيبها مع نفسها شويه لغايه ما اعصابها تهدى. لازم اعصابها تهدى على الاخر، ولما ترجع بنفس راضيه. مش كده ولا ايه يا ابني؟ الله 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 الله. طب ما احنا تمام اهو. امال قعدت بس تقول لي اصل انا بكره الفيزيكس، اصل انا ما بفهمهاش، حسستني ان انا بحرت في البحر. في ايه؟ والله يا مستر جت كده. لا مفيش حاجه اسمها جت كده، في حاجه اسمها ركزت فعملتها مظبوط. ما هي المشكله مش في التركيز، انا بركز والله، بس يعني انا بكره المذاكره.
مين يا ابني فينا كان بيحب المذاكره؟ خدها مني كلمه، ما تدقش قوي في موضوع المذاكره ده، المهم التركيز. انا اول مره مدرس يقول لي كده. عارف ليه؟ احنا دايما بنقول للامهات الكلام اللي هم عايزين يسمعوه عشان يطمنوا، بس في الاخر يعني لما تقعد تركز نص ساعه بس ابرك ما تقعد 10 ساعات وانت مش فاهم حاجه. بص، هنعمل حاجه دلوقتي هنتفق عليها. هتحل لي ب اولا وثانيا. اولا فيها 1 2 3 وثانيا حلهم لي، ولو حليتها مظبوط مش هديك هومورك. اتفقنا؟ يلا. هقول لك على حاجه، حط القانون الاول وامشي عليه، حط القانون اللي انت حافظه الاول بتاعها قبل ما تعمل اي حاجه. شوف كده. اعمل هنا دي مظبوط، ملف مظبوط، برافو كده. بقى احنا عندنا الحصه الجايه يوم الثلاث، اتفضل. سلي نفسك بقى في السكه، يلا مش هخسر فيك. يلا. مع السلامه. بس مع السلامه. روح على طول. قم للمعلم يوافيه التبجيلة. ايه؟ هنتكلم بجد ولا هنقعد نهزر؟ انا ما بهزرش على فكره، وبحب اتكلم بجد. طب والله العظيم ورحمة أمي أنا جاي أطمن على الواد كريم. لا يا راجل، واطمنت خلاص؟ أستاذ كمال، أنت شايفني إنسان قذر وأنا ما أقدرش أغلطك، بس ما فيش إنسان بيبقى حابب يكمل عمره كده. أنا حاسس إن أنا مش هموت كده، حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيقويني ويغيرني ويبعدني عن القرف ده كله. أجيب لك من الآخر، أنا عرفت موضوع الأرض بتاعك ووصل لحد فين. وعرفت إنه كمان واقف على شهادة زور من والدتك، وما تسألنيش عرفت منين. بس أنا لما بصيت للموضوع لقيت نفسي في الحالتين كسبان. يعني لو أنت كسبت القضية وبقى معاك فلوس كتير أديك هتصرف على ابني. لو خسرت القضية وما بقاش معاك فلوس، كفاية إن واحد نضيف زيك هو اللي هيربيه. عاوز إيه أكتر من كده؟ ايه النور اللي بيشع من وشك ده؟ يعني شمس الصباح اللي طالعه لنا من عينيك دي. ويا ترى بقى انت وصلت للحقيقه دي بمناسبه الهدايه ونوبه الصلاح اللي انت فيها، ولا لما اكتشفت ان مفيش حاجه في ايديك ممكن تعملها؟ تصدق صح، أنا فعلا ما فيش حاجة في إيدي ممكن أعملها، بس يمكن ربنا يكون بيبعد عن إيدي أي ورقة ضغط ممكن أضغط بيها عليكم، عشان يقول لي إن الافتراء وحش يا هشام. كفاية بقى. يا سلام، وانت بقى صدقته؟
لك اللي حصل بس. وبعدين يا ستي قعد يكلمني عن كريم وبيحب ايه وما بيحبش ايه وكان بيقول لي على الحاجات اللي اعملها عشان كريم يحبني اكتر. ده يخليك تشك فيه اكتر وتتاكد انه كلب. يا كمال اللي زي ده لازم نحرص منه، لازم نخاف منه. انا مش فاهم يعني هو مفيش في ايده حاجه يعملها على فكره، هيكون بيرتب لنا ايه يعني؟ ممكن يكون بيرتب، سيبك طبعا من حكايه انه يتوب والكلام الفارغ ده، بس اكيد هو قعد مع نفسه حسبها صح، لانه مفيش في ايده اي حاجه، فجاب ورقه وفكر بس في مصلحه ابنه يعني. تهيألي كده يعني. اصل ما هو انا اللي عارفه هشام مش انت، وياما دخلت عليا حواراته دي وصدقتها، وطالما اتكلم بالطريقه دي يبقى اكيد 100% بيرتب لحاجه، والحاجه دي بقى لا انا ولا انت نقدر نتوقعها. خلاص يا ستي، خلاص انا غلطان ان انا حكيت لك يا لبنى من الاول. يعني يا حبيبتي يعني معقول هنضيع الساعتين اللي احنا بنقعدهم مع بعض في الكلام الفاضي اللي انا بقوله ده واللي بنحكي فيه ده؟ معقول؟ انا اصلا مش عارفه انت ازاي جايبني هنا وانت المفروض تكون موجود دلوقتي في المحكمه. عشان الجلسه يعني النهارده؟ لا، ما انا عرفت ان المحامي هيطلب التأجيل يعني النهارده، هيطلب تأجيل القضيه عشان قال يتوب. قال ده واحد يتوب؟ ده لو السما اتهدت على الارض اللي زي ده مستحيل يتوب. ربنا يستر. ما شفتش الكذب في عينيه. مش مصدقك. اسف، انا داخل الحمام عشان بردان، من بعد اذنك. احمد يتوب. اعملوا حسابكم مفيش تأجيل تاني. اديها 3 اشهر عشان الحالة الصعبة الموجودة في الشهادة المرضية. يعني لو عندها شلل رباعي هتيجي وتشهد. هات يا ابني. يعني القصة دي يا أستاذ يعني هتنتهي على إيه؟ احمدوا ربنا إنكم خدتوا الوقت ده. فكروا بقى وشوفوا هتتصرفوا إزاي. هتيجي تشهد ولا ألف سلام على الحاجة. شاكرين يا حنين. الأصول بتقول إن أنا أعدي عليها وأطمن على صحتها. يمكن أعرف أساعدها. أنت عارف كويس أوي إن أنا دكتور. هي تعبانة؟ قسما بالله العلي العظيم لو فكرت تعتب هناك لكسر لك رجليك. يبقى هي مش تعبانة. ربنا يكون في عونها. هتستحمل زنكوا 3 شهور كمان، وفي الآخر النتيجة كلنا عارفينها. فخس عليك وعلى اللي رفضك. عيل تنح. هتتصرف يا مخلوف. قلت لك اتصرف بقى يا أخي. منور على فكرة. كلمي اسماعيل ابو العزم شوفيه يقدر يخدمنا ازاي في موضوع الواد اللي اسمه ايهاب ده. انت بتهزر صح؟ عايز تشوفني يعني اذا كان ممكن اعمل كده ولا ما اقدرش، مش كده؟ شايف اللي احنا فيه ده يحتمل هزار؟ انت فاكر ان انا لما اروح اتاسف له هيسامحني واقول له انا عاوزه وعاوزه وعاوزه يقول لي اتفضلي يا ست الكل؟ ده اقل حاجه هيطلبها يقول لي انزلي كملي الفيلم اللي وقف. والفيلم ده كان بيحكي عن ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو كان مضحك صح؟ يعني لا في رقص ولا دلع زي افلام زمان اللي كنت بتعمليها صح؟
اكيد طبعا هتطلعي بالتحجيبه بتاعتك، مش كده؟ حاج خالد، يعني انت عادي بالنسبه لك كده ان انا اروح اعمل حاجه انت بستفتني وضربتني بالقلم وكنت هترمي عليا يمين الطلاق عشان تمشي مصلحتك؟ انا ماشي مصلحتي؟ انت مش حاسه بالورطه اللي احنا فيها؟ المركب بتغرق واحنا محبوسين جواها. فلوسك وهتروح عليك. المشروع اللي انا طول عمري حلمت بيه انتهى. ملايين بتتسرق من قدام عينينا وبالقانون، مش عارفين نعمل حاجه. حتى ولاد صفيه النهارده ما جوش المحكمه، زي ما يكونوا خلاص فقدوا الامل. لا ولا قد الفيلم. بسيطه يا شريفه، بسيطه. بعدين انت يعني ست محترمه، ما انتيش يعني هتطلعي عريانه ولا هتتقصعي ولا هتتدلعي. انا ما عنديش حل تاني. كلمي يا شريفه، كلميه ونجدينا من اللي احنا فيه. كلميه الله يهديك. أنا العادي بتاعي لما حد بيعمل معايا موقف زي اللي حصل ده أو يخسرني الخسارة اللي حصلت دي بسكنه. يا ساتر يا رب. بس اديني قاعد معاكي اهو عادي خالص وبنتكلم عشان مقدر الظروف اللي انت فيه. لا، وعشان كمان طيبه وبنت حلال. ده انت بتهزري كمان. طب اقول لك بقى، انت عارفه الفيلم ده سحب مني كام مليون قبل ما يقف؟ اوعي تكوني فاكره الشرط الجزائي اللي انت دفعتيه ده حاجه. ده ما يجيش 1 على 10 من اللي انا دفعته. معلش بقى، ما انا حكيت لك الظروف، والله العظيم كانت غصب عني، بس انا خلاص اتكلمت مع جوزي واقنعت وحليت المشكله كلها. وبعدين يعني اكيد انت مش هتدفع لي خلاص ولا مليم، بس اهم شرط عندي ان اللي اسمها بيرو دي ما تقفش قدامي ولا مشهد ولا اشوف وشها. بيرو خلاص قعدت في البيت ومحدش هيشغلها تاني. انا عملت معاها الصح. نتكلم بجد بقى. طب ما احنا بنتكلم بجد. لا، انا عايز اعرف ايه اللي رجعك يا مدام شريف. بصراحه بقى في واحد بيضايقني وبدا يأذيني، وانا عايزه احطه تحت ضرسي عشان يسيبني في حالي. حلو. انا بحب الصراحه قوي على فكره. ايه اللي مطلوب بقى مني انا بالظبط؟ حبيبتي يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ عايزه حاجه اجيبها لك قبل ما انزل؟ انت رايحه فين؟ بصي يا ماما، بقالي كام يوم كده وانا حاسه بطبقه على نفسي وحاسه ان انا مش مظبوطه، صهد طالع على وشي، مخنوقه، مش عارفه مالي، فقلت لخالد هيوديني المستشفى. سلامتك يا حبيبتي، انا ما خدتش بالي ليه؟ استني انا هلبس واجي معاك. لو النبي ما تتحركي، كفايه انت تعبانه، انا هروح ومسافه السكه على طول هرجع. طيب اول ما تعرفي حاجه بلغيني. حاضر. مين يا بنتي اللي على الباب؟ دي داليا اختي. تعالي يا داليا، خليكي قاعده حبه مع ماما، هروح مشوار واجي. ها؟ ايه يا داليا؟ مفيش سلام عليكم؟ مفيش ازيك يا ماما؟ مش عايزه تطمني على صحتي؟ ولا انت جايه عشان سبب تاني؟ السمسار بتاع الشقة اللي أنا قاعدة فيها كل شوية يجيب لي زباين جديدة يتفرجوا عليها، بيجوا أي وقت ومن غير ميعاد. أصل العقد بتاعها قرب يخلص، وهي أصلا إيجار ومفروشة، وطبعا أنا مش هعرف أجدد العقد. طبعا. مش صرفتي كل الفلوس اللي جات لك؟ ادي النتيجه. عارفة يا ماما، كل ما زبون جديد يجي عشان يتفرج على الشقة أحس إن مخبي ورا ظهره جردل مية بتلج، كأنه جاي يرمي على دماغي ويقول لي فوقي، فوقي من الحلم اللي انتي عايشاه ده.
قومي يلا لمي حاجتك وارجعي تاني لأوضة الفيران اللي في بيت حماتك. ارجعي اشربي الذل واسمعي شتمتك بودانك وتكتمي. استحملي عشان ده اللي انتي اخترتيه. كويس ان انت عارفه كده، عارفه ان انت اللي اخترتيه وان محدش فرضه عليكي. ساعتها الشيطان يقعد يزن عليا، يقعد يقول لي روحي لامك، اعملي زي ما اخواتك بيعملوا واضغطي عليها انت كمان. انت عندك ملايين، بينك وبينهم كلمه واحده بس ممكن امك تقولها قدام المحكمه. بس ارجع استعيذ من الشيطان تاني. ما انا عارفه يا ماما انك عمرك ما هتعملي حاجه تغضب ربنا، وعمرك ما هتشهدي زور، حتى لو السما انطبقت على الارض وشفتينا بنتقطع قدامك. بس انا تعبانه قوي يا ماما، والله تعبانه. ان من اعمالكم سلط عليكم، انت اللي عملتي في نفسك كده. ما تجيش النهارده تحاسبيني انا. انا عارفه اني حماره، وعارفه ان السكينه كانت سرقاني. كنت فاكره ان الفلوس جايه. والله انا لو اعرف ان البيعه دي هتقف كنت اول حاجه عملتها اول ما مسكت الفلوس في ايديا ان انا اشتري بيت، ان شاء الله حتى اوضه وصاله، بس يبقى بيتي بتاعي مفتاحه معايا انا بس. بس دلوقتي بقى الفلوس خلصت ومفيش قدامي غير اني ارجع تاني بيت حماتي. وانتي عارفه يا ماما، عارفه الواحده لما تستقوى على اهل جوزها وترجع تاني تحت رجليهم ممكن يعملوا فيها ايه؟ وانت كده يعني ما بتضغطيش عليا؟ انت كده بتموتيني بحسرتي عليكي. انت عملتي اكتر من اللي عملوه اخواتي. لا يا ماما، انا مش عايزاكي تغضبي ربنا ولا عايزاكي تشهدي شهاده زور، بس انتي تقدري تساعديني من غير ما تغضبي ربنا ولا حتى تقولي كلمه ربنا يحاسبك عليها. ازاي؟ يا ريت يا بنتي، انا مستعده اديكي عينيا. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ابوس ايدك. انا كل اللي انا عايزاه والله شقه بس، اوضه وصاله، والله العظيم ما عايزه اكتر من كده. وانتي اكيد لسه معاكي فلوس العربون، ممكن تساعديني يا ماما والنبي. بس انا طلعت مبلغ كبير اديته لعم صالح، ده كان رزقه بيطلع من الارض دي مع رزقنا. مش معقول يا بنتي ناكله لحم ونسيبه عظم. انا كنت وعداه ان انا هديله تعويض واديته له، وكمان عملت صدقه جاريه على روح ابوكي، لكن بقيت الفلوس في البنك. شوفي انت تقدري تدوري كده ايه على شقه على القد، وتشوفي حتتين عفش على ما اقسم يعني، شوفيهم يتكلفوا كام، وانا عينيا ليه كده ليه. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ما يحرمني منك ابدا. بس يا حبيبتي بس، ربنا هيفكها من عنده. جسمي متنفخ ومحمل ميه قوي يا حاج. حاجة منيرة، أنا مش عايزك تلاقي خالص. هو اللي عندك ده هتلاقيه يعني لخبطة هرمونات مش أكتر. يعني ايه؟ هم؟ يعني ايه لخبطة هرمونات؟ ما الدكتورة قالت بس ما فهمتش. أنا عارف، أنا بسمعهم يقولوا كده وخلاص. اتقالي بس 5 تحاليل هتيجي ونفهم بقى الليلة فيها إيه. ولعلمك طبيعي إن يحصل في السن ده كده. بنت ما صدتش ان انت كبرتي، انا عايز بس تطمنك بفرفشك. ولعلمك في الاخر هقول لك ايه، شويه فيتامينات، نظام اكل، مستشفيات كلها اشتغاله. انا مش فاهم ايه بقى كانت لازمتها المروح والمجان على الصبح ده. وبعدين الدكتوره نفسها اهي نتائج. بصراحة أنا كنت مستبعدة جدا الاحتمال ده. احتمال ايه؟ مبروك حضرتك حامل. ايه؟ أنا حامل؟ بس الله يخليك. دكتورة قولي تاني والنبي. أيوة حامل. حامل ازاي؟
ازاي؟ ده احنا بقالنا اكتر من 15 سنه، ازاي؟ طب تاني يا مدام كده بالراحه، حضرتك جات لك اخر مره البريود امتى؟ الايه؟ البريود جات لك امتى اخر مره؟ افتكري كويس. العاده بنيجي 2.5 شهر. طب تمام، شهرين وتحليل بتقولي ان هي حامل في الشهر الثالث، يبقى كده مظبوط. مظبوط ازاي؟ ازاي من اصل؟ ايه اللي حضرتك بتقوليه ده اصلا؟ حاج خالد سيء عليك النبي واهل بيته. ابوس ايدك حاجه بس خليني كده عايشه في دنيا تانية. ميرا ما تعشميش نفسك في الاخر يا حنان. خليني اعشم روحي حتى لو ما كانش في حاجه. خليني اعشم نفسي. طيب اصبري بس. ازاي يا دكتوره بس اللي بتقوليه ده ما عقلش. التحاليل بتقول كده. ده غلط. حاج انت عارف اللي بيتعلق بقشايه وهو غرقان؟ اهو الحمل ده هو القشايه اللي انا هتعلق بيها. انا هيبقى لي عيل منك. انا بحبك قوي يا حاج خالد. طب يا حاجه انا بحبك قوي يا حاج المستشفى خالد. حاجه. بحبك قوي. طب انت بس. انا بحبك يا حاج ماشي خالد. هتبوس يا دكتوره. بحبك قوي يا حاج خالد. طب احنا لو عايزين نتاكد اكتر نعمل ايه بس؟ مش عايزين نتاكد. انت بس يا حاجه. طب دلوقتي يا دكتوره لو عايزين نتاكد نعمل ايه؟ كده احنا هنعمل سونار. اتفضلي معايا يا مدام. روح. مش عايزه. اتفضلي. مش عايزه. روحي يا حاجه منيره عشان نتاكد بس. روحي بس ان شاء الله ربنا هيجبرك. روحي بس يا حاجه. روحي يلا. انا خايفه امشي. انا مستنيك هنا اهو. يلا توكلي على الله. حاج خالد هنسمي قلنا ايه؟ اتكلي على الله منيره. انا بحبك قوي. بس هو المطبخ بتاع الشقة دي أصغر شوية من الشقة التانية ولا أنا بيتهيألي؟ ما هو حضرتك المساحة متعوضة في الحمام والبلكونة. طب وعلى كده بقى الشقة دي عاملة كام؟ الكلمة الأولى قلتها لحضرتك 250,000 جنيه مقدم وال 300,000 جنيه على سنتين. طب ولو هاخدها كاش هيبقى سعرها كام؟ جميل. لو كاش يبقى ب 450,000. طيب أنا معايا 400,000. تحب أجيبهم لك ونمضي العقد وتقولي مبروك ولا أروح أدور على شقة تانية؟ لا كده يا أستاذة أنت بخستيها قوي. خلاص يبقى أروح أدور على شقة تانية. ها أدور؟ مبروك عليكي. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. بجد ده يا بنتي، بجد ده يا خالد. اه والله يا بابا كده. انا نفسي مش مصدقه. احنا رحنا المستشفى ايه لما الدكتوره كشفت عليا اول مره قالت لي انت حامل. ايه برضه انا ما صدقتش. ايه دخلت قالت لنا تعالوا اعمل لك سونار. عملت السونار واتاكدت ولقيت الحمل كبير يا ماما. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والله يا بنتي لو بقدر ازغرط لكنت زغرطت لك. وهو اتزغرطي ليه يا ماما؟ الف سلامة عليكي. انا هزغرط. انا حامل يا ناس. ماما ماما انت بتاعت ربنا واحنا عايزين نطلع حاجه لاهل الله. نذبح نذبح عجلين ماشي زي بعضه. لا يا ماما قليلين. نذبح 5 عشان الحسد. منيرة اهدي حبيبتي اهدي. بالراحه عشان اللي بطك احنا ما صدقنا. مش طالبه جنان بقى والنبي ماشي؟ يحق لها تتجن. هي اللي في ده شويه. الله يا جماعه مالكوا عليا حلفان. انا لا عارف اصدق ولا عارف اوزنها. لا صدق، ده ربك كن فيكون. يا رب اجعله هدايه للكل. امين يا رب. امين. يا رب يسمع منك يا ست الكل. بصي يا ماما كنت بغلبك في الاكل. انا لازم اكل بالجزمه. انا بصي يا ماما هاكل مش مره، انا هاكل مرتين. مره ليا ومره للعيل اللي في بطني. انا نفسي اخلف عيل مربرب وتقيل كده قد 5-6 كيلو. عايزاه يبقى طول بعرض وقمر كده زي ابوه. حلو كده بس مش بدعم. والله يا ماما. لا انت لا تغرفي ولا تطبخي ولا تدخلي المطبخ خالص. الحمد لله وفاء معانا، قعدتها جت بفايده اهي. هي بقى اللي هتعمل ده كله. انا تحت امرك يا طن. ربنا يخليك يا وفاء.
ربنا يخلي لك ولادك، انا مش مصدقه. اما انا بقى عامله لك شويه فته وحبه لحمه هتمصمص صوابعك كده من حلاوتهم. تعالي هنا تعالي، انت هتاكليني في 10 بلدي. فتت ايه اللي انت عاملاها لي؟ اولا احنا كنا مع بعض في المستشفى، ثانيا يا بكاشه انت كنت عارفه ان انا هاكل معاكي. في ايه؟ بتدلع عليك يا حاج. بتدلع عليك يا حاج. قادر على كل شيء يا رب. ربنا يديك طولة العمر وتربيه وتفرح بيه في حياتك يا حاجه ان شاء الله. يلا يلا. انا فرحانه قوي يا ماما، انا عارفه. هيبقى لي عيل منك، هخلف عيل منك. في امرك يا رب. يلا يلا. ايه يا حاجه؟ مش يمكن دي تكون علامه من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ علامة؟ علامة لإيه يا خالد؟ العيل الغلبان اللي هيجي يشوف الدنيا لأول مرة ده. يلا بينا بقى يا حاجة، فكيها يا حاجة الله يبارك لك. عن إذنك يا خالد. طب خلاص يا حاجة، خلاص هقطم مش هتكلم خلاص. يا ابني أنا داخلة أصلي ركعتين لله اللي جبر بخاطر بنتي، وأنت كمان. يلا اتوضى وصلي لك ركعتين، اشكر ربنا على نعمته. عملتي كل ده عند ماما؟ انا ما اتاخرتش قوي كده يعني. ما علينا يعني. عرفتي تقنعي امك انها تروح تشهد؟ تفتكر يعني انا الوحيده اللي هنجح في اللي اخواتي كلهم فشلوا فيه؟ انا قلت لك يا هاني الكلام ده مش هيجيب مع ماما نتيجه. يعني ايه؟ الست دي هتعمل فيكوا كده فعلا؟ هتضيع عليكوا كل الفلوس دي؟ انا هعمل مكرونه بولونيز، هتاكل ولا اتغديت بره؟ ماليش نفس لاي طفح. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس. عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوه دي بسعران ومن بره طاووس. ياللي حاسب حسبتك ارقام، والجنيه على كام قبل ما تكر على البشر وتدوس. الجعان ما يشبعوش فدان فلوس. ايه بالحرام دول خسروك، والغنى مش باللي محطوط في البيت.